السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو اليوم إن شاء الله راح نشوفوا مع بعض طريقة تغليف هذا النوع تاع القفات البلاستيكية، وراح نشوفوا أيضا طريقة بزاف سهلة للتزيين تاعهم. إذا كما شفتوا معايا راح نحتاجوا قفة بلاستيكية، الثمن تاعهم بزاف رخيص، يعني يكونوا حوالي 15,000 إلى 20,000 ماشي أكثر. راح نحتاج ايضا حوالي متر تاع قماش يكون من الافضل الاستيكي. انا راح نستعمل هذا اللون والنوع هذا يسموه عبد الرؤوف. وراح نحتاج ايضا هذا النوع تاع لي غالون ولا تاع الزيكزاك باش نزين به. اول حاجه نديروها نقيسوا العرض تاع القفه تاعنا. هنايا قست اعرض منطقه في القفه هكا باش نعرف شحال راح نحتاج القماش. كما راكم تشوفوا هنا انا خرجت لي 108 سنتيمتر، راح نزيد عليها حوالي 4 سنتيمتر حق الخياطة ونقسمها على 2 وخرجت لي النتيجة 56 سنتيمتر. هذا هو العرض اللي راح نطوي عليه القماش تاعي. جبت القماش تاعي وطويته من الأسفل على 2 وزدت طويته من الجانب على 2. كما راكم تشوفوا هنايا تحصلت على 4 قطع العرض تاعهم على الأقل 56 سنتيمتر. بعدها راح نحط القفة تاعي من فوق هكا ونرسم تقريبا الشكل تاعها، ودائما وسعوا شويه هكا باش ما يجيكمش القماش مزير بزاف، لانه ما تنساوش انه القفه راهي مدوره من الجوانب، يعني هنايا القيس تاع القماش راح يزيد. قطعت الشكل اللي رسمته وتحصلت على زوج غلافات يكونوا بنفس القياسات، لانه كما قلنا القماش تاعنا رانا طاويينه على 4 ومن الاسفل راهي كاينه جهه مغلوقه. كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. الان راح نغلقوا الغلافات تاعنا من الجوانب، تقدروا تخيطوا بيديكم ولا بالماشينه. هذا هو الشكل تاعهم بعد ما خيطتهم من الجوانب. الان راح نقيسوهم على السله تاعنا، نزيروهم مليح وبعدها نسقموا القاعده باش تخرج لنا بشكل متقون وشباب. ودائما هنا مازلنا نخدموا على الظهر تاع القماش، يعني من جهه الخياطه، لانه مازال ما كملناش الغلاف تاعنا بشكل نهائي. حددت هذيك الزياده راح نحكمها بلي زيبانغ، بعدها راح نخيطها ونحي هذيك الزيادات. وبالنسبه للغلافات انا هنا صنعت زوج غلافات بنفس اللون، واحد راح يكون خارجي وواحد راح نديروه في الداخل تاع السله. اذا حبيتوا نتوما ديروا يعني لون مغاير نتوما كيما حبيتوا على حساب القماش اللي يكون متوفر عندكم. اذا راح نقوم بنفس العمليه للغلافات في زوج، نخيطهم ونحي لهم هذيك الزيادات ومن بعد نكملوا التغليف تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما كملت الخياطه وقطعت هذيك الزوائد، كرنتيت القماش تاعي، يعني عملت له شقوق خفيفه فقط هكا باش كي نغلفوا القفه ما يبقاش يبان القماش مجبود. وبعد ما كملت راح نقلب القماش ونغلف القفه بكل سهوله. وكما قلنا واحد راح نستعملوه نغلفوا به الجزء الخارجي بهذا الشكل، والثاني راح نلصق له القاعده باش ما يبقاش يزغد لي القماش من بعد. الان راح نحي هذاك الزائد تاع القماش، نحاول نخلي حوالي 4 سنتيمتر باش من بعد نقدر نلصقهم في الجزء الداخلي. دائما اذا شفتوا القماش تاعكم مجبود بزاف حاولوا تعملوا فيه شقوق صغيره هكا، يعني باش يعطيكم اريحيه في العمل. بعدها راح نجيب السيليكون ونبدا نلصق فيه الحواف تاع الغلاف الخارجي، نلصقه في الجزء الداخلي تاع السله كما راكم تشوفوا معايا. نتمنى يعني ان شاء الله الصوره راهي واضحه امامكم. هذه المرحله نقوم بها قبل ما نلصقوا الغلاف الداخلي مع الخارجي هكا باش الخدمه تاعنا تكون مفينيه مليح.
الان قبل ما نبدا نخيط راح نشد الخدمه تاعي مليح بلي زيبانغ باش من بعد تساعدني في الخدمه. كيما راكم تشوفوا نحكم هذاك الغلاف اللي يكون الداخل نطويه للبرا، وهذاك الغلاف الخارجي ديجا رانا طويناه ولصقناه مع السله، وبعدها نحكمهم بهذه الطريقه. ونحاولوا دائما القماش تاعنا يكون مكسل مليح. على هذه قلت لكم لصقوا القاعده باش في هذه المرحله تساعدكم. وفقط هنا ملاحظة مهمة باش تجيكم الخدمة متقونة، كي تبداو تشدوا في الغلافين مع بعض دائما ديروا الجهة تاع الخياطة مع الجهة تاع الخياطة والمنتصف مع المنتصف. وفي الاخير راح نستعملوا طريقة الخياطة المخفية اللي كما قلت لكم دائما نستعملها معاكم باش تخرج لكم الخدمة في النهاية بيان فيني. إذا هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه في النهاية. الآن راح نمروا لطريقة تغليف اليدين كما راكم تشوفوا باش نخدموهم بطريقة جيدة. هنا راح نجيب شريط من نفس القماش يكون العرض تاعو حوالي 4 سنتيمتر وخلوه شوية طويل يعني باش يكفيكم. وبالنسبة لهذه القطعة حاولوا تقصوها في اتجاه الطول، يعني في الاتجاه اللي ما يكونش يتكسل هكا باش كي تبداو تدوروا فيه على اليد بهذه الطريقة ما يتشوه لكمش القماش تاعكم. وراح نبدا نغلف ونلصق فيه بالسيليكون بهذه الطريقه. وحاولوا دائما يعني نصيحه ما تخسروش الخدمه تاعكم بالسيليكون، ديروا نقاط خفيفه فقط. بعد ما كملنا التغليف تاع اليدين راح نحاولوا نشدوا هذاك الجزء الوسطاني بالابره والخيط دائما. وين ما شفتوا بلاصه تكون يعني ماشي مغطيه مليح حاولوا تغطيوها سواء بالسيليكون ولا بالابره والخيط، المهم انه ما تخلوش هذاك البلاستيك تاع السله يبان.
إذا بعد ما كملنا مرحلة التغليف واللي تعتبر أهم مرحلة وهي اللي تدي الوقت بزاف، وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. الآن راح نمروا لطريقة التزيين. يعني بالنسبة لطريقة التزيين أنا استعملت لي غالون اللي كانوا متوفرين عندي في الدار. نتوما أيضا واش متوفر عندكم حاولوا تبتكروا الشكل اللي يكون يناسبكم، وأكيد كل وحدة والذوق تاعها وكل وحدة والإبداعات تاعها. الآن راح نخليكم مع مرحلة التزيين. وفي الأخير هذه هي النتيجة النهائية اللي تحصلت عليها. نتمنى إن شاء الله تعجبكم الطريقة وتفهموها بشكل جيد، وإذا عجبتكم لا فيديو وكملتوها حتى للأخير ما تنسوش فضلا وليس أمرا إنكم تدعموني بالتعليقات وباللايك، وإذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة أكيد يشرفني إنكم تنضموا إليها بالاشتراك. مبقى لي غير نقول لكم إلى فيديو آخر وأفكار أخرى إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. دمتم سالمين وإلى اللقاء.